السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة من حواديت كاسبر. ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في مزرعة كبيرة مليانة حيوانات كتير طيبين. كل حيوانات المزرعة كانوا يعرفوا بعض وفي سعادة هم عايشين. ولما كان بيجي المزرعة أي حد جديد بيتعرفوا عليه ويسحبوه، وبيقولوله دايما إنهم عيلة كبيرة وكل حيوان جديد بيحبوه. وفي يوم وصلت المزرعة عيلة جديدة من الفراخ، وكانوا طيبين، لكن فيهم فرخة واحدة مش بتتكلم مع أي حد من الحيوانات التانيين. الفرخة لوسي كانت مغرورة ومش بتحب تتكلم مع حد أبدا، ولما كان أي حد يحاول يتعرف عليها كانت تتجاهله وما تردش عليه. يوم ورا يوم بدأت الحيوانات هي كمان تتجاهلها وما يتعاملوش معاها، ولا حد بقى بيحاول يتعرف عليها ولا بيروحوا يقعدوا وياها. ولما مامتها تقول لها ان طريقتها دي غلط كانت لوسي ما تصدقهاش، وتقول لها انها اجمل واحدة في المزرعة وكل الحيوانات غيرانين منها وهي ما بيهمهاش. وفي يوم لوسي كانت بتتمشى في المزرعة لوحدها كالعادة، وكانت بتغني بصوت عالي وبتقضي وقتها بسعادة. وهي ماشية اتكعبلت ووقعت في حفرة مليانة حجارة. الحفرة دي صاحب المزرعة بيستخدمها في أعمال الزراعة. لوسي لما وقعت في الحفرة جناحها اتعور وكانت موجوعة، وما كانتش عارفة تطلع من الحفرة لأنها كانت كبيرة وعميقة. قعدت تفكر ازاي تطلع، لكنها ما كانش عندها أي حلول، وبرضه ما كانتش عاوزة تنده على حد يساعدها على طول، لأنها كانت عارفة إن علاقتها وحشة بكل الحيوانات التانيين، وعارفة إنهم بيتضايقوا منها وهيضحكوا عليها وهيكونوا فيها فرحانين. قعدت لوسي وقت طويل زعلانة ومش عارفة تتصرف في مشكلتها، لحد ما عدى حصان وشافها وهي في الحفرة واقعة في ورطتها. عرض عليها يساعدها لما لقاها مش عارفة تطلع لوحدها. لوسي اتفاجئت من كلامه لأنها شايفة إن محدش فيهم بيحبها، وفعلا الحصان ساعدها، لكنها بعدها سألته هو ساعدها ليه. الحصان كان مستغرب من السؤال، قال لها أمال المفروض أعمل إيه؟ قالت له المفروض إنك تساعد اللي يحتاجك فعلا، بس أنا مش كويسة معاكم، بضايقكم على طول وبتعامل معاكم بغرور ومش بصاحبكم. الحصان قال لها طبعا دي حاجة بتضايقنا ومش بنبقى مبسوطين، بس أنا اتعودت أتعامل كويس وبطبيعتي مهما كنت بتعامل مع مين. لوسي اتكسفت من كلام الحصان وعرفت إنه أحسن وأطيب منها، واكتشفت إنها فعلا بتتصرف غلط ومش صح تبعد الناس عنها. ومن وقتها بدأت تتواضع وتتعامل كويس مع باقي الحيوانات، واتفاجئت لما هم كمان رحبوا بيها وبقوا بيعاملوها كويس كل الأوقات. واتعلمت لوسي إن التواضع ده صفة مهمة لازم تبقى عندها، وإن الغرور بيأذيها ويخليها هي الخسرانة أكتر ما بيأذي حد غيرها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتك الحدوتة اضغط اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. يلا تصبحوا على خير.